وصل الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية إلى مقر إقامته بمنتجع كبس بارطيل، واختار الملك سلمان هذا المنتجع تجديدا ليكون هو وجهته لقضاء إجارته الخاصة السنوية للعام الثالث على التوالي. ويتميز هذا المنتجع بمناظر طبيعية خلابة إذ يعد واحدا من أبرز المناطق السياحية في مدينة طنجة المغربية. لكن هناك ما لا يعرف الكثير عن المنتجع الساحر، وفي هذا التقرير بعض المعلومات عنه. 1. المنتجع عبارة عن قمة صخرية جبلية على الساحل المغربي ارتفاعها 315 مترا. 2. يضم مساحات شاطئية وغابوية بالإضافة إلى توفرها على مشاريع سياحية عديدة. 3. كانت تسمى في الماضي بأمبلسيوس. 4. يطلق عليه عروس الشمال نظرا روعة طبيعتها الجغرافية. 5. يوجد به فروع لأشهر الفنادق العالمية. 6. يوجد بها منارة رأس سبارطيل التي بنى بأمر من السلطان محمد الرابع بن عبد الرحمن، وبدأ تشغيلها في 15 أكتوبر 1864، وإنارتها مرئية على بعد 30 ميل بحري. 7. على ساحل رأس سبارطيل توجد جزيرة مغمورة بالمياه، يعتقد البعض أنها الجزيرة الأسطورية أطلانتوس. 8. يوجد بها مغارة هيرقل الأسطورية والتي تعد أكبر مغارات أفريقيا، وتم اكتشافها عام 1906، وتوجد فيها سراديب تمتد إلى مسافة 30 مترا في باطن الأرض. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.